بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو فرضنا أنك دخلت المسجد في صلاة الجمعة وكان عدد المصلين 1500 مصل، ثم نادى مناد من السماء أن الذين سيغفر لهم 3 فقط. تخيلا افتراضيا، لو نزل ملك من السماء الآن وبدأ يتلو أسماء ال3 الذين غفر لهم، ألا تتمنى أخي الكريم أن تكون أنت واحدة من هؤلاء ال3؟ ألا تتمنين أختي الفاضلة أن تكوني أنت أحد هؤلاء ال3؟ بلى والله. طيب، المسلمون الآن 1.5 مليار تقريبا، يعني 1500 مليون، والذين سيذهبون للحج 3 ملايين، يعني الذي نجح بالوصول إلى مكة 3 من 1500. فإذا كنت ممن اختارك الله للحج فأنت قد دخلت في نسبة أقل من 3 من 1000 من الفائزين. ألا تتمنى أن تكون من الحجاج؟ بالمناسبة، أجر الحج ليس أمرا سهلا. استمع إلى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسجد منى، فأتاه رجلان يسألان ما لهما من أجر في المناسك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، يعني تقصد البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة ومحى عنك خطيئة. وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل عليه السلام. وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة. وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة، يقول: عبادي جاءوني شعثا من كل فج عميق يرجون جنتي، فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات، أي كبيرة من الكبائر. وأما نحرك فمذخور لك عند ربك. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. وأما طوافك بالبيت بعد ذلك فإنك تطوف ولا ذنب لك، يأتي ملك حتى يضع يديه بين كتفيك فيقول: اعمل فيما تستقبل فقد غفر لك ما مضى. الله أكبر، حديث عظيم. هذا بعض ما يحصل عليه الحاج. أنا أعرف والله أنكم تتمنون أن تطوفوا بالبيت العتيق، أن تشربوا من زمزم وتعيشوا بعرفات أحلى يوم من أيام حياتكم. أعرف أن الكثير من الناس يتمنون أن يقولوا: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، يلبسون الإحرام ويصلون خلف المقام. والله أعرف شعوركم. سبحان الله، لقد علم الله شوق العباد إلى حج بيته الحرام، فجعل لمن ليس حاجا فرصة ليحصل على ثواب حجة بأعمال أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعطيك أجر الحج. قال ابن رجب رحمة الله عليه بما معنى: كان الصحابة إذا فاتهم عمل من الأعمال الصالحة سألوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العمل الذي يعدله ويعوضه حتى لا يفوتهم شيء. فماذا عن الحج؟ كيف يمكن أن تحج وأنت في بلدك؟ أخي الكريم، أختي الكريمة، استمعوا إلى هذه الحجة التي لا تحصل في كل يوم. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. والحديث صحيح. سبحان الله، يكون لي مثل أجر حاج تاما حجته فقط لأنني ذهبت إلى درس في مسجد أو محاضرة؟ أجل، ربنا يحب العلم كثيرا لدرجة أنه يعطيك أجر حج كامل فقط إذا ذهبت لسماع درس علم بالمسجد. ربما لا توجد محاضرة في كل يوم، لكن إذا سمعت عن درس في مسجد فحاول أن ألا تفوته، لأن المسألة أبعد من مجرد درس، إنه حج. من فضلك استمع الآن إلى هذه الحجة المميزة، مميزة جدا، حيث أنك لن تكون فيها لوحدك. هذه حجة كلها محبة ومشاعر. هذه الحجة التي سأذكرها الآن هي أحلى حجة. انتبهوا إلى هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني زوجها. سبحان الله، هل في مرة من المرات تركك أحد معارفك وذهب إلى الحج؟ هل أحزنك ذلك؟
استمع الآن إلى من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم كيف جبر خاطرها. قالت: حج أبو طلحة وابنه وتركاني. فقال: يا أم سليم، عمرة في رمضان تعدل حجة معي. يا الله، حجة معك، حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحلى الحجة معك. أصلا أحلى حج في الوجود هو الحج معك أنت يا حبيبي يا رسول الله. أحلى صحبة هي صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن المشاعر لا توصف، وأنت تطوف في رمضان وتستشعر أنك في هذه العمرة كأنك تحج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قلت لي أنا أريد أن أحصل على هذا الأجر يعني الآن، أريد أجر الحج الآن، وربما لا أستطيع أن أذهب في رمضان هذا ورمضان القادم بعيد، فهل أنتظر إلى رمضان القادم لأحصل الحج؟ الجواب: لا، يمكنك أن تحصل عليه الآن. انوي واعزم على أنك ستعتمر في رمضان ولا تخف، سوف يعطيك الله تعالى أجرها الآن. حتى لو توفي الإنسان قبل أن يأتي رمضان فإن أجره محفوظ، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحمد لله، ما أكرم الله. ولم ينتهي الحج إلى الآن، كل واحد منا سيأخذ أجر الحج وهو في مكانه. ألا تلاحظون أن أجر الحج ربطه الله تعالى كثيرا بالمساجد؟ لماذا؟ لأن الحاج لا يكون حاجا إلا إذا جاء إلى بيت الله. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين. فالمسجد الحرام بيت الله، فإذا ذهبت إلى بيت آخر من بيوت الله في بلدك فإن الله يعطيك أجر الحج تفضلا منه وتكرما، ولكن بشروط ذكرناها. إخواني أخواتي، كل ما مضى كان عبارة عن نصوص شرعية ورد فيها أجر الحج، لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد. يمكننا أن نزيد من كمية الحج في ميزاننا الآن، ولكن ليس عن طريق أحاديث فيها ثواب الحج. إذن كيف؟ هذا ما أسميه الحج بذكاء. نعم، هناك من يحج بذكاء، فتجد مثلا الحديث لم يذكر الحج، لكنك بذكائك تجعل الحديث فيه حجة أو حجتين، بل ربما تصل إلى 10 حجات أو أكثر. كيف؟ انتبه معي. الذكي الأول هو الذي وإن لم يستطع الحج فإنه يحاول أن يجعل عبدا من عباد الله تعالى يذهب إلى الحج، وعندها سيحصل الإنسان على أجر الحج. فبحسب عدد الحجاج الذين ذهبت بهم إلى الحج تحصل على أجر الحجات. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعا إلى هدى كان لهم الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. والحديث رواه مسلم. مثلا إذا كان عندك مال فحجج من لا يستطيع الحج، وإن لم يكن لك مال فحاول أن تحث أحدا يستطيع الحج على أن يحج، حاول أن ترغبه بالذهاب إلى الحج، فإذا تشجع وذهب فكأنك أنت الذي ذهبت. يمكنك أيضا أن تنشر أحاديث تتكلم عن فضل الحج، يعني وسائل اتصال كثيرة الآن، الرسائل، وسائل التواصل الاجتماعي. أيضا أن توزع الأشرطة أو الكتب التي تعلم الحج فتعطيها لأحد الحجاج الذي يريد الحج، فإذا أدى الحاج حجا صحيحا بسببك فستأخذ أجره. عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدال على الخير كفاعله. يوجد ذكي آخر، الذكي الثاني هذا هو الذي يدعو بظهر الغيب للآخرين بأن يحجوا. عن صفوان بن عبد الله، وكانت تحته الدرداء بنت أبي الدرداء، قال: قدمت عليهم الشام، على هؤلاء الصحابة، فوجدت أم الدرداء في البيت ولم أجد أبا الدرداء. قالت: أتريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: إن دعوة المرء المسلم مستجابة لأخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال: آمين ولك بمثل. فأضف إلى دعائك اليومي الدعاء للناس أيضا بالحج، قل: اللهم ارزق فلانا حجة مقبولة، آمين ولك بمثل. اللهم تقبل من الحجاج حجهم، آمين ولك بمثل، آمين ولك بمثل. هناك ذكي آخر وهو الثالث، هذا الذكي يستخدم سلاح النية، والنية تجارة العلماء، تحول التراب إلى ذهب. سبحان الله. كيف؟ اعقد في نفسك أنك فعلا لو استطعت الذهاب إلى الحج ذهبت. إذا رآك الله صادقا فسيعطيك أجر الحج ولو لم تذهب. هذا في كل العبادات. انظر إلى الذين فاتهم الجهاد من الصحابة، ماذا قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم؟
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واد إلا وهم معنا حبسهم العذر. الله أكبر. يا سائرين إلى البيت العتيق لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا إنا أقمنا على عذر وقد رحلوا ومن أقام على عذر كمن راح. أتدرون ما هي المفاجأة؟ المفاجأة أنه ربما يكون بعض الذين تخلفوا عن الحج قد حصلوا على أجر أكبر من بعض الذين ذهبوا. يقول ابن رجب رحمة الله عليه وربما سبق بعض من سار بقلبه وهمته وعزمه بعض السائرين ببدنه. ثم ذكر قصة قال نام أحد الصالحين في عرفة فرأى رؤيا أن قائلا يقول له هل ترى هذا الزحام بموقف عرفة؟ قال نعم. قال ما كتب الحج لأحد منهم إلا رجل واحد تخلف عن الحج لكنه حج بهمته ونيته، يعني ما استطاع الحج لكنه بنيته فوهب الله له أهل الموقف، يعني أن الله قبل أهل الموقف لأجله هو. ليس الفوز لمن سار ببدنه، إنما الشأن في من قعد ببدنه ولكنه سار بقلبه فسبق الركب. من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. فإذا علم الله أنك تريد الحج ولكن لا تستطيع أعطاك أجر الحج وأنت في بيتك، لكن بشرط أن يكون ذلك بصدق من قلبك، ليس هكذا تحصيل حاصل، لا بصدق. الصحابة الذين دخلوا بأجر الجهاد دخلوا بالنية، لكن كيف كان حالهم؟ استمع إلى قوله تعالى عندما كان يصف حالهم قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ثم ذكر حالهم قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فعلا كانوا يريدون الذهاب، يبكون يريدون الذهاب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا والله لا ألوم الذي يبكي إذا رأى الحجاج وتمنى لو كان معهم. فعلا الحج هو أسعد رحلة في العالم. ربما لا تكون سعادة للجسد ولكن السعادة لا تخطئ الروح أبدا. والحاج الذي استطعم الحج الروحاني الإيماني يعرف عن ماذا أتكلم. ولكن عوض الله الذين لا يستطيعون الذهاب للحج بهذه الحجات العديدة المتنوعة، فيمكنك أن تأخذ منها ما شئت، تأخذ مثل ثواب الحج. لعل الله أن يدخلنا بواحدة من هذه الحجات الجنة. اللهم آمين والحمد لله رب العالمين.